طويلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها بسبب الذنوب، غسلت الذنوب. تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. تحترقون إلى العشاء، ثم تنام بعد ذلك وليس عليك ذنب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء نفسه اللي هو مؤهل للصلاة، اللي هو شرط في صحة الصلاة، يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرر؟ هيبقى فيه أوساخ ولا تراب ولا طين ولا؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فأنا أقول لكم أيها الشباب المتدين المحترم: حافظ على الصلاة، لأن الصلاة صلة، واللي قاطع صلته بربنا سبحانه وتعالى كيف يلقى الله؟ والله يرزقه، والله يجري الدم في عروقه، والله يعطيه القوة، والله أعطاك النظر الذي تنظر به، وأعطاك اللسان الذي تتكلم به، وأعطاك السمع الذي تسمع به، فكلك من الله عز وجل. وكيف والله لا يشترط في رزقه لك طاعتك له. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل جعل الصلاة بينه وبين عبده وفريضة فرضها عليه، يقول ربنا: فإن خالفني في فريضتي، يعني لو انت ما صلتلوش مش هيمنع رزقك. شوف كرم ربنا لحد فين. ألا نستحي من الله الذي خلقنا ورزقنا ويقيم قوتنا ويجري الدم في عروقنا ويعطينا اللسان الذي نفصح به عن كلامنا، ويعطينا السمع الذي نسمع به ما لذ وطاب، ويعطينا الذوق الذي نتذوق به ما لذ وطاب، ثم بعد ذلك نهجر الصلاة ونبتعد عن الصلاة. والله إن ذلك لإثم وذنب عظيم. ولذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وارضاه بين إن الصلاة هي الصلة اللي ربطت بربنا، هي الصلة. كان الجماعة الملوك لما يروح الشاعر يمدحهم بالشعر يدوله من الهدايا والعطايا والأموال ما شاء الله، إلا سيدنا الإمام علي لما يعجبه المدح بتاعه يقول له: صلي لله 1000 ركعة. هي دي الهدية؟ أيوة هي دي. والتاني لما ما يعجبوش قوي يقول له: صلي 100، واللي ما يعجبوش خالص يقول له: صلي 10 ركعات. ما هو مش عاجبه الشعر. فواحد شاعر كده شاطر فقال: إن لي في أبي حسن المديح، يعني عايز أمدح الإمام علي: كما بالمدح تنتجع الولاة، قالوا لي يقبل المدح لكن جوائزه عليهن الصلاة. فيقول لك صلوا. فقلت: وما تغني صلاة عيالي؟ إنما الشأن الزكاة، فليأمروا لي بقصر الصاد منها، هي الصاد بتاع الصلاة، فتصبح للصلاة هي الصلاة. بيبين ان اصل الصلاة صلة بين العبد وربه، فصلوا حبالكم بربكم وأطيعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ندعو الله عز وجل للمرحوم عاطف، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يهدينا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لعاطف وارض وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم جازه بالإحسان إحسان وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم أنزل عليه روحا من عندك وسلاما من عندنا، اللهم بلغه منا السلام. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقله بفضلك وجودك وكرمك ومنتك من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، واجعله بفضلك يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب اللواء المعقود والحوض المورود. اللهم يسر حسابه ويمن كتابه وثبت على الصراط أقدامه،
اللهم نور قبره بنور القرآن. اللهم أكرمه بكرامة القرآن وشرفه بشرف القرآن. اللهم ألبسه بخلعة القرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم له في القبر نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعله حجابا له من النار. اللهم شفع فيه الصيام والقرآن يا رب العالمين. اللهم كن لأولاده خير معين وخير كاف يا رب العالمين. اللهم اشف عم وجدي وأكرمه يا ربنا بكرمك العظيم. اللهم أطل في عمره يا ربنا حتى يكون راعيا لأولاد عاطف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكون لأولاده خير معين وخير كاف يا رب العالمين. اللهم اجعل أهل هذا البيت في رباط إلى يوم القيامة. اللهم وسع لهم في أرزاقهم يا رب العالمين ومكن للإيمان في قلوبنا وقلوبهم يا رب العالمين. اللهم اكرمنا وإياهم يا رب العالمين واحفظنا وإياهم بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يضيع حدوده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إن من كان منا عاص فرده إليك مردا جميلا. اللهم اغفر للعصاة منا والمذنبين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم شفع فينا جميعا نبيك الكريم. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره واشملنا شفاعته. اللهم شفع في عاطف نبيك الكريم يا رب العالمين. اللهم أورده حوضه. اللهم لا تحرمه أجره. اللهم اشمله شفاعته. اللهم اسقنا وإياه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ ولا يسمع بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا